ما عجبكش صورتي؟ ما عجبكش؟ شكرا يا اخ عواد. بالشفا يا استاذ غطاس. فاضل حقنتين وتخلص العلبة. ربنا يجعل فيهم الشفا. هتعدي عليا بكرة الساعة كام يا اخ عواد؟ في نفس ميعاد النهارده يا استاذ غطاس، باذن الله الساعه 5 بعد الظهر. اديك الحقنه وبعدين اعدي على الست ام ابراهيم اللي ساكنه في الحاره اللي وراك. ميعاد حقنتها بكره ان شاء الله الساعه 5:30 باذن الله. ربنا يكتب شفاها ويشفي كل مريض من آلامه يا رب. سامحنا يا استاذ غطاس، لا مؤاخذه يعني. الصوره اللي متعلقه دي يعني دي بتاعت مين؟ انه فيهم صورة القديس ابو وش اسود، وشه مقبض، لا مؤاخذه. ربنا يسامحك يا اخ عواد، ده وشه مقبض. ده قديس عظيم اسمه الأنبا إبراهام، ربنا ينفعنا ببركة صلواته. اصل كتير من البيوت اللي بروح ادي فيها عقن بلاقيهم معلقين نفس الصورة. متزعلش مني يعني، مقبض كده للنفس كده. ده قديسنا العظيم حبيب المسيح الأنبا إبراهام، واحد من أطهر وأبر القديسين في القرن العشرين، ورب المجد صنع بفضل صلواته معجزات كتيرة ومعجزات. ويا ريت يا أخ عواد ما تكررش الكلام اللي مش مظبوط اللي قلته ده، عشان ما فيش ولا واحد من اللي معلقين صورته إلا بيحبه وبيحب سيرته العاطرة ودايما نتبارك بيه. سامحنا سامحنا وصلي عنا يا أنبا إبراهام. اصحى. مين؟ مين؟ انت مين؟ مين اللي بيغزني كده في جنبي؟ اللي انت صحيتني من احلى نومه. مين؟ انت مين؟ ما عجبكش صورتي يا عواد؟ انت مين؟ انت. ايوه عرفتك. انت القديس صاحب الصورة اللي تملي بشوفها في كل البيوت. مش عجبك صورتي؟ انا انت ايه؟ ما عجبكش صورتي يا عواد؟ لا اصل انا قصدي الله. انت رحت فين؟ رحت فين؟ اسمعني. انا عايز اقول لك. الله، ده ساب الأوضة ومشي. الأنبا أبرام هو الأنبا أبرام. أنا مالي اتفزعت ليه؟ الله، ده جسمي كله مرتعش. هو في إيه؟ لا ده أنا أقوم أشرب شوية مية أفوق لنفسي. ده أنا وقعت من على السرير مش قادر اقوم. ايه ده؟ رجلي الشمال ما بتتحركش. رجلي انا رجلي تالت ليه؟ مش قادر احركها. انا رجلي اتشلت. الحقوني يا عالم. انا غلطت غلطة كبيرة في القديس الأنبا أبرام، وعشان الغلطة دي الأنبا أبرام عاقبني. رجلي الشمال اتشلت. الحقوني يا عالم. سامحني يا أنبا أبرام، سامحني. انا غلطت. انا هفضل ابكي، مش هبطل بكا من الندم والحزن لغاية ما تسامحني. يا أبا أبرام. الحقوني يا ولد، الحقوني. برضو مش هتقوم تتعشى يا ابويا؟ لا انت طول النهار ما اكلتش من ساعة اللي حصل لك امبارح، وانت مهموم ومغموم.
سيبيني ما في حالي. تخافش، بكرة بإذن الله هنوديك المستشفى، وهناك هيكشفوا على رجلك المشلولة، وربنا هينعم عليك بالشفاء. ما تزعلش، ما تزعلش يا بابا. انا مش زعلان، انا مش عايزه هو اللي يزعل مني. انا عارف اني غلطت غلطة جامدة في حقه. ما تزعلش انت مني، سامحني يا ام ابرام. انا اعرف عنك انك قديس وانك رحيم بالفقراء والغلابة، وانا فقير غلبان غلبان ومحتاج تسامحني وتقبل مني رجائي. ارجوك تغفر لي يا ام ابرام، وتخلي ربنا يسامحني ويغفر لي خطأي في حقك. خديني يا محاسن يا بنتي لسريري، عايز انام، وربنا قادر على كل شيء يسامحني. عواد، اصحى اصحى يا عواد. انت مين؟ سيدنا الاب ابرام، انت جيت لي تاني يا ابا ابرام. معلش سامحني، انا غلطت يا ابا ابرام، غلطت، عرفت غلطتي وهتوب عنها. سامحني يا ابا ابرام، سامحني. قوم انزل، انت خلاص بقيت كويس بفضل صلواتك، وانا عفيت عنك وربنا سامحك. هقوم ازاي؟ ده انا رجلي مشلولة. انا ايه ده؟ رجلي الشمال حسيت بيها يا ابونا، رجلي بتتحرك. ايوه رجلي الدم جرى في عروقها. انا قادر اقوم من سريري. ايوه، انا نزلت من على السرير لوحدي، انا وقفت على رجليا بتتحرك، انا قادر امشي، رجليا رجعت لطبيعتها. اشكرك يا رب، اشكرك واحمد فضلك، واشكرك انت يا قديس ابرام، يا قديس يا عظيم. اشكرك. انطلق هذا القديس العظيم الأنبا إبراهام إلى ملكوت السماء بعد أن أمضى من العمر 85 عاما، منها 33 عاما في خدمة الأسقفية بإبرشية الفيوم المباركة. وخلال تلك السنوات فاحت رائحته الذكية للجميع. انطلق بسلام إلى دار الخلود في غروب يوم الثلاثاء 2 بقونة سنة 1630 شهداء، الموافق 9 يونيو سنة 1914 ميلادية. وأعلن نياحته قداسة المتنيح البابا كيرلس الخامس. شفاعتك يا أبي القديس الأنبا إبراهام تكن معنا جميعا، وتحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وحياة أبينا الطوبوي المكرم راعي الرعاة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا إبراهام أسقف الفيوم ورئيس دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، حفظ الله حياتهما، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.